مساء الفل، اخباركم ايه؟ هنتكلم النهارده على حقيقة المفاوضات مروان حمدي واحمد امين اوفا، وحقيقة الرحيل الاجانب علي معلول واليو ديانج وبيرسي تاو، وطبعا حقيقة المفاوضات بين احمد فتوح وبين النادي الاهلي. نتكلم واحدة واحدة. طبعا حقيقة مفاوضات مروان حمدي انه هيجي الاهلي، طبعا انتوا عارفين طبعا الحساسية بين الناديين المصري والنادي الاهلي. وطبعا مروان حمدي فاضل له في عقده 6 شهور. هل هيكون كوبري في اي نادي خليجي او اي نادي مصري وبعدين يجي النادي الاهلي؟ ما نعرفش التفاصيل دلوقتي، لكن حقيقة المفاوضات بين احمد امين اوفا وطبعا النادي الاهلي موجوده، واحمد امين اوفا موافق ان هو هيجي النادي الاهلي. لكن ايمن الشريعي عايز ياخد الاول فلوسه من صفقه حمدي فتحي وبعدين يبدا يتكلم. وطبعا هنشوف هل هيكون في لعيبه هتكون بين احمد امين اوفا ولا لا. يعني على سبيل المثال احتمال طاهر محمد طاهر او صلاح محسن يدخلوا في الصفقه دي. حقيقة المفاوضات عمر كمال خلاص هو ماضي رغبة انتقال للنادي الأهلي تقريبا في شهر 8 اللي فات. لكن فيوتشر عايزة الثلاث لعيبة: خالد عبد الفتاح، صلاح محسن، كريم ندفد. كولر قالها نصا: خالد عبد الفتاح ممنوع الاقتراب، كريم ندفد ممنوع الاقتراب. اما صلاح محسن اداره الاهلي عايزاه يكون ضمن صفقه احمد امين اوفا. وطبعا عدل القيعي هيقعد مع مسؤولي فيوتشر ويتكلم معاهم ويشوفوا اي لعيبه تانية، احتمال طاهر محمد طاهر، احتمال احمد عبد القادر، احتمال زعلوك. هنشوف الكواليس اللي هتحصل الايام الجايه. موضوع بقى الدولار والاسعار الجديده والاجانب، احتمال كبير مفيش اجنبي يكون موجود في الانتقالات الشتويه القادمه. هتقولوا لي ليه؟ بسبب الدولار وازمه الدولار. هو ليه كده؟ اداره الاهلي بتبص لمهاجم محلي في الوقت الحالي عشان ازمه الدولار وموضوع موديست اللي واخد 1.5 مليون دولار في عقده. وطبعا هي صفقه نص كم. صفقة نص كم لغاية ما نشوف كرامات من موديست بعد ما يرجع من الإصابة. هنشوف هل موديست هيكمل، هل موديست هيرحل. هنشوف الكواليس بعد كاس العالم للأندية. طبعا موضوع مع علي معلول وموضوع الي ديانج. علي معلول هو عايز يكمل في النادي الأهلي بس بشرط يجدد عقد 3 سنين. وطبعا أزمة الدولار صعبة جدا، الأهلي عايزة تجدد له سنة واحدة زي ما قلت لكم قبل كده. لكن علي معلول سنه دلوقتي 33 34، ولو هيوصل ل 35 في عقده سنه واحده هيكون مفيش عروض بره. لكن دلوقتي معروض له عروض خياليه: الوحده الاماراتي، القطري، الدحيل القطري. عروض خرافيه لعلي معلول. الراجل عايز يكمل بس بشرط 3 سنين مش سنه واحده. طب علي معلول انا بقولها لكم هو عايز يمشي خلاص، الموضوع منتهي. احتمال يمشي في يناير او هيمشي في الانتقالات الصيفيه القادمه، بس احتمال 90% هيكون في الصيف الجاي. وطبعا لما يكون في الصيف الجاي احمد فتوح هيكون بديل علي معلول. نقفل بقى موضوع علي معلول. اليو ديانج جاي له عرض من القطري زي ما قلت لكم امبارح ب 3.5 مليون دولار، واحتمال ممكن يمشي في يناير. الكواليس كلها هتبان بعد كاس العالم للأندية. احتمال لو ديانج مشي في الانتقالات الشتوية القادمة احتمال كونيتي زي ما قلت لكم او تراوري، بوبكر تراوري بتاع الاتحاد المنستيري. بس انا برشح طبعا كونيتي احسن من تراوري اي نعم قيمته التسويقية 600 الف دولار، لكن ما نعرفش بعد كده ممكن يحصل موديست جديد، ممكن يحصل مهاجم نص كم. ما نعرفش الكواليس. هو اي نعم مهاجم مش سوبر، مهاجم جيد، لكن لو هنتكلم المهاجم المحلي احسن. احمد امين اوفا احسن، طبعا مروان حمدي احسن. هجام بمعنى البلدي، مهاجم عفيجي. يعني مروان حمدي احسن من تراوري. لو هنتكلم على محمد كونيتيه مهاجم بوركينا فاسو، انا شايف مهاجم محمد كونيتيه عنده 24 سنه، مهاجم هيفيدك، وكمان لو هتستثمر فيه بعد كده هيفيدك. ده الكواليس اللي حصلت الايام اللي فاتت. لو في اي جديد هقول لكم في فيديو جديد. ده اللي عندي دلوقتي، هشوفكم في فيديو جديد. سلام.